المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بالعناوين. صلوات الترحم على أرواح الشهداء الأبرار. تنظيم برامج فنية وتبرع بالدم بمناسبة ذكرى 20 من يونيو في الإقليم الأوسط. تنظيم حملات نفير ومساعدات مالية في مديريتي لوغو عن سبا ودك أمحرة. في زيارة بوتين لبيونغ يانغ وثيقة تأسيسية جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية. محادثات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الجنوبية. ووصول عشرات المدربين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقيمت اليوم 19 من يونيو في العاصمة أسمر مراسم صلوات الترحم على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل الشعب والوطن في مسجد الخلفاء الراشدين وكنيسة القديس ميكائيل. وقد أقيم قداس الترحم صباح اليوم في كنيسة القديس ميكائيل في تصرات ترأسه أمين كرسي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية قداسة الأنبا بطرس والبطاركة والمطارنة وقساوسة، بينهم الأمين العام للمجمع المقدس نيافة الأنبا لوقاس. وقد بارك قداس الترحم الذي حضره أيضا القادة الدينيون للكنيسة الإنجيلية اللوثرية في إريتريا والكنيسة الكاثوليكية في إريتريا قداسة الأنبا بطرس. وقال رئيس التبشير بالكنيسة القيس سيمون بيني إن الحياة والسلام الذي نتمتع به هي هدية ثمينة تلقيناها من شهدائنا ولدينا إرث لنحافظ عليه بشكل صحيح، لذلك علينا أن نسير بنفس الطريق الذي ضحوا فيه بحياتهم من أجلنا في الوحدة والمحبة. على صعيد آخر، أقيم الصلوات الترحم على أرواح الشهداء في مسجد الخلفاء الراشدين من الساعة 4:30 مساء بإمامة مفتي إريتريا سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار. وقال الشيخ سالم إن الشهداء الأبطال الذين أنجبهم رحم إريتريا أدركوا أنه لا شرف دون الوطن، وتركوا بيوتهم الدافئة وأطفالهم وأهلهم ومحبيهم وتعليمهم وأعمالهم الأخرى ليضحوا بحياتهم الغالية من أجل الشعب والوطن، مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء الذين أناروا دربنا وأبقوا حريتنا ماثلة آمنوا الأجيال القادمة. وختم الشيخ سالم بالقول إن أقل واجب على كل مواطن هو رعاية أسر الشهداء ومساعدتهم عينيا وماديا. نظم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالإقليم الأوسط في 18 من يونيو في قاعة المكتب المركزي التابع للاتحاد نظم برامج فنية تليق وعظمة المناسبة. وقدم الفنانون القدامى والشباب الذين شاركوا في الحفل برامج تعكس مختلف مراحل النضال والتضحيات المقدمة في سبيل الوطن. وفي الوقت نفسه تبرع طلاب مدرسة إسحاق ولد مدينة الثانوية بمبلغ مالي قدره 16,000 نقفة ل20 أسرة من أسر الشهداء. وقال مدير المدرسة الأستاذ سفاهي وتف السحي أن الطلاب يتخذون مبادرات ماثلة طوعا كل عام، ويتم إلى اهتمام كبير لغرسها كثقافة. كما تم توزيع 18,000 نقفة تبرع بها موظفو الجمارك على 12 عائلة. في غضون ذلك تبرع أعضاء مدرسة ورساي كالو ب60 كيسا من الدم. كما تبرعوا بمبلغ مالي قدره 27,750 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. من جهة ثانية، نظم أعضاء جمعيات المناضلين القدامى أنشطة لجمع التبرعات في برنامج أقيم في منطقة مايدمنت يوم 19 من يونيو بحضور كبار مسؤولي الحكومة والجبهة يتقدمهم الوزراء. وذكر رئيس اللجنة التنسيقية للجمعيات السيد تسفاي قالت إن المناسبة هي للتعبير عن الامتنان والشكر والعرفان للشهداء وتجديد العهد لتنفيذ أمانتهم. وشهدت المناسبة محتوى فني يعكس مجد وجلال يوم 20 من يونيو ومعنى التضحية. وقال المشاركون إن الأنشطة والبرامج الماثلة مهمة لنقل إرث الشهداء إلى الجيل القادم.
نظم السكان والطلاب والموظفون في المؤسسات الحكومية في مديريتي لوغو عنسبة ودك محل بمناسبة 20 من يونيو حملات نفير واسعة وقاموا بتقديم مساعدات مالية. وقد قام المواطنون وموظفو المؤسسات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مديرية لوغو عنسبة وكذا الاتحادات الوطنية وأفراد الجيش الشعبي والشرطة يوم 18 من يونيو الجاري بحملة نظافة في مقبرة الشهداء بمنطقة مقركم. وشملت أنشطة النفير غرس الشتول الأشجار وتقليمها وإصلاح المدرجات وإعداد الحفر للشتول. وقال السيد يماني تصفى ميكائيل المسؤول التنفيذي لمديرية لوغو عنسبة إنه تم تنفيذ أنشطة مماثلة في 13 إدارة ضاحية بالمديرية. وبالمثل شهدت مديرية دك أمحاري بالإقليم الجنوبي في 17 من يونيو بمناسبة ذكرى الشهداء الأبرار شهدت تقديم مساعدات مالية لأسر الشهداء بمناسبة ذكرى الشهداء قام بها طلاب المدارس الثانوية. وذكر مدير المديرية السيد يماني أبرا في حفل نقيم في قاعة المديرية أن المبادرة التي اتخذها الطلاب جزء من البرامج الجارية لتنفيذ آمانة الشهداء، وعبر عن امتنانه نيابة عن الإدارة. علاوة على ذلك نظم أكثر من 200 طالب من طلاب الصف 11 الذين سيتوجهون إلى ساوى هذا العام جولة في 18 من يونيو إلى المواقع التاريخية لجبهة دك أمحري حيث وقعت حرب الاستقلال الأخيرة، وقدمت لهم توضيحات من قبل المشاركين في تلك الحرب. وفي اليوم نفسه أجرى سكان 5 إدارات ضاحية حملات تنظيف وزراعة فيما أقيم برنامج تذكاري في المساء شارك فيه المواطنون وأفراد قوات الدفاع. قدم سكان مختلف المديريات والعمال في إقليم عنسبة دعما ماليا لأسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. في لبرعد قدم الطلاب والعمال مبلغ 310 ألف نقفة وزعت على 62 أسرة شهيد، بينما قدم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وعمال المؤسسات الحكومية 23 ألف نقفة وشراء الأبقار ل4 أسرة الشهيد في حمل ماله. وقدم سكان الضاحية الرابعة في مدينة كرم مبلغ مالي قدره 37 ألف نقفة، والضاحية الأولى 55 ألف نقفة، والضاحية الثالثة 10 ألف نقفة لأسر الشهداء. وقدم أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ومكتب التعليم في إقليم عنسبة 8000 نقفة. من جهة أخرى قام سكان مدينة حقات بأنشطة النفير في مقبرة الشهداء، وشمل النفير المنظم من 17 وحتى 19 من يونيو صيانة الطريق ورعاية وتجذيب الأشجار وبناء المدرجات والحواجز المائية والنظافة. قدم عمال المؤسسات الحكومية والجبهة والاتحادات الوطنية في مديرية دبار ومبلغ مالي قدره 113 ألف نقفة لأسر الشهداء. وقال مدير مديرية دبار والسيد فروانجيل تخلى هيمانوت في المناسبة التي شهدت في 17 من يونيو أن مساعدة أسر الشهداء بمختلف الوسائل مسؤولية كل مواطن، مشيدا بمبادرة العمال. من جهة أخرى نظم قسم الثقافة والريادة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في بيونغ يانغ أن وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت جاهزة. وأكد الرئيس الروسي في مستهل محادثاته مع زعيم كوريا الشمالية بصيغة موسعة أن التعاون بين البلدين يقوم بشكل جيد على المساواة والاحترام المتبادل. وشكر بوتين كيم جون أون على دعوته لزيارة بيونغ يانغ، وعرب عن أمله بأن يعقد لقاءه المقبل مع زعيم كوريا الشمالية في موسكو. وأضاف الرئيس الروسي أن على قناعة بأن المحادثات ستكون مثمرة، موضحا أن رئيسي الحكومتين والهيئات المختصة في كلا البلدين يعملون بنشاط لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارات كيم جونغ أون إلى روسيا في عامي 2019 و2023.
عقدت كوريا الجنوبية والصين محادثات 2+2 لكبار مسؤولي الخارجية والدفاع في إطار اتفاق أبرمته الدولتان في مايو. وقالت حكومة كوريا الجنوبية في بيان أن الصين عبرت خلال الاجتماع عن أملها في أن يساهم التواصل بين روسيا وكوريا الشمالية في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة. وذكرت البيان أن سول وبكين اتفقتا على تطوير العلاقات باتجاه أكثر نضجا وصحة، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية طالبوا من نظرائهم الصينيين القيام بدور بناء بشأن التوترات في شبه الجزيرة الكورية الناجمة عن التعاون العسكري الوثيق بين موسكو وبيونغ يانغ التي تتعارض مع مصالح بكين. وترأس الحوار الأمني الدبلوماسي نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي كيم هونغ كيون ونظيره الصيني سون ويديونغ. وصل عشرات المدربين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو في أعقاب هجوم متطرفين في الشمال المضطرب وفق ما أفادت مصادر. وقال مصدر دبلوماسي افريقي طلب عدم كشف هويته، وصلت طائرتان تقلان مدربين روسا على بوركينا فاسو بسبب الوضع، مضيفا أن الرحلات جاءت من مالي المجاورة والتي شهدت أيضا إقامة علاقات أوثق مع موسكو. وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي زار بوركينا فاسو هذا الشهر قد قال إن عدد المدربين العسكريين الروس هناك سيزداد. وبعد ما استولوا على السلطة في سبتمبر 2022 طرد قادة الانقلاب في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا قوات فرنسا ودبلوماسييها وانفتحوا على روسيا للحصول على مساعدات عسكرية. قتل 4 أشخاص وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب مدينة كشمر شمال شرق إيران وناهزت شدته 5 درجات على مقياس ريختر وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحاكم المحلي أن الزلزال هز مدينة كشمر بمحافظة خراسان، مضيفا أن الزلزال ألحق بشكل رئيسي أضرارا بمبانٍ قديمة في مناطق حضرية وريفية. وأعلن مركز بحوث الزلازل التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 6 كيلومتر تحت سطح الأرض. من جانبه قدر معهد رصد الزلازل الأمريكي أن قوة الزلزال بلغت 4.9 درجات، موضحا أنه وقع على عمق 10 كيلومترات. وتقع إيران عند نقطة التقاء العديد من الصفائح التكتونية وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا. مشاهدينا الأكارم، نختم هذه النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. في زيارة بوتين لبيونغ يانغ وثيقة تأسيسية جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية. محادثات رفيعة المستوى بين الصين وكوريا الجنوبية. وصول عشرات المدربين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، وشكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.